باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تناختي. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا في الأسبوع الأخير من الصوم الكبير وداخلين بنعمة ربنا على أسبوع البسخ. أسبوع البسخ بيبدأ من يوم سبت العازر لغاية يوم عيد القيامة. ده على بعضه كده اسمه أسبوع البسخة. طبعا كلكم عارفين كلمة البسخة يعني العبور. المسيح هيعبر بينا من مملكة إبليس لمملكة الله، من سلطان الظلمة إلى حرية مجد أولاد الله. الأسبوع يبدأ بقيامة وينتهي بقيامة. قيامة العازر هي قيامة عربون، وقيامة المسيح هي قيامة بالحقيقة. ليه بقول عربون؟ لأن فعلا لعازر قام من الموت بعد 4 أيام من موته ودفنه، ولكنه عاش فترة وكان صار أسقف لقبرص وتنيح، وحاليا هو في عداد الموتى وينتظر معنا قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. الوحيد اللي قام هي ما فيش يعقبها موت، هي قيامة ربنا يسوع المسيح. فالعازر ده كان عربون والمسيح هو الحقيقة، وعلى نموذج قيامة المسيح كلنا هنقوم في اليوم الأخير. يقول معلمنا بولس: المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. احنا بقى في اسبوع البسخة بنسميه اسبوع تأسيس مملكة الله في الارض. المملكة اللي احنا بنقول عليها في صلاة ابانا الذي في السماوات: ليأتي ملكوتك. كلمة ملكوت يعني مملكة، kingdom بالانجليزي، تيمة اورو بالقبط. هذه المملكة وصفها المسيح بنص قدام بيلاطس البنطي في يوحنا 18: المملكة ليست من هذا العالم. مملكة سماوية بس يملك على القلوب في الأرض وفي السماء. مملكتي ليست من هذا العالم معناها مش بنظام ممالك العالم. ممالك العالم بتزول وتتغير، ويسودها أحيانا رؤساء وملوك يكونوا ظلمة أو أشرار، ويثيروا الحروب وبيعملوا حاجات مش كويسة في شعوبهم والشعوب اللي حواليهم. مملكة ربنا مملكة سلام ليست من هذا العالم. ويكمل ربنا يسوع مع بيلاطس: لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. هنا كلام واضح وحاسم يعني. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك. لهذا قد ولدت أنا. ولد في الأرض عشان يملك على قلوبنا مملكة السلام، مملكة الحب، مملكة الفرح، مملكة الوداعة، الطهارة. ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. يبقى كمان مملكة حق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. احنا لازم نكون في مملكة المسيح. شوف كم حاجة اتقالت في النص ده. أولا ليست من هذا العالم، يعني ما تعمرش قوي في الدنيا، خلي طموحك ناحية السماء. وبعدين قال: هذا ولدت لأشهد للحق. يبقى مملكة الحق مش الظلم ولا الكذب ولا الخداع ولا أي حاجة غلط ضد قصد الله. كل من هو من الحق يسمع صوتي. وطبعا هذه المملكة أنبأ عنها الملاك لما كان بيبشر الست العذراء: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، يبقى كرسي الملك، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. هنا يملك على بيت يعقوب الروحي طبعا، مش يعقوب الجسدي، إلى الأبد، لأن مملكة المسيح ليس لها نهاية. عشان كده لما في ناس بتفكر إن المسيح هيجي على الأرض يملك 1000 سنة، نقول لهم دي عكس اللي قاله المسيح في حاجتين: الملك الألفي ده معناها على الأرض و1000 سنة، والمسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم وليس ملكي انقضاء. يبقى 1000 سنة ازاي؟ ده حاجة إلى الأبد. وبعدين في نص تاني: لما سأله الفريسيون
متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. يبقى هنا بقى صفة أخرى للمملكة، إنها جوه القلب، ليس لها حدود جغرافية وليس لها نظام أرضي، لكن هي ملكوت الله في قلوب الناس. ها ملكوت الله داخلكم. عايز السنة دي في البسخة انتم وأنا معاكم نتأمل طول الأسبوع في مملكة الله اللي في جوايا، مملكة الحق، مملكة السلام، مملكة الوداعة، مملكة الفرح، مملكة الطهارة والقداسة والفكر السماوي. دايما ارفعوا أعينكم نحو السماء، ملكوت الله داخله. طبعا احنا عندنا يوم أحد الشعانين المسيح دخل إلى أورشليم كملك، هنشوفها كمان شوية في نص قدامنا. لكن تملك يوم الجمعة العظيمة، قولوا بين الأمم الرب قد ملك على خشبة. على خشبة أعملها لكم بين قوسين لأنها مش موجودة في بعض النصوص العربية، لكن موجودة في النص القبطي. الرب قد ملك على خشبة. أيضا تثبتت المسكونة فلا تتزعزع، لأن المسيح هو الملك يدين الشعوب بالاستقامة. الملك ده مملكته فيها سلام وفيها استقامة، عشان كده العوج هيدان، يدين الشعوب بالاستقامة. وقال المسيح عن الصليب وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. نبقى احنا المملكة بتاعته منجذبين إليه، نتبعه بكل قلوبنا ونمشي في سكته، في طريقه، في منهجه، في أفكاره، ونقول مع معلمنا بولس الرسول أما نحن فلنا فكر المسيح. الإنسان اللي باله فيه فكر المسيح يعيش كويس صح، ما يعملش أخطاء، وإن غلط بسرعة يرجع ويصحح مساره. أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، وكان يقصد بها صليبه، لأن معلمنا يوحنا بعدها على طول قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت إن هو يرتفع على الصليب. هذا الملك ملك وديع، عشان كده يوم أحد الشعانين النبوة اللي اتقالت قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. الوداعة معناها الهدوء. الإنسان الوديع هو إنسان انفعالاته هادية، ويليق بالملوك أن يكونوا ودعاء. ليه؟ لأن في إيده يحكم على شعوب، فلو كان من نوع النيرفز وينفعل بسرعة هيضيع. كلمته بتشيل وتحط. وطبعا كلمة الملك مش فقط يعنى بها رئيس الدولة أو رئيس الوزارة أو أي حد في مسؤولية عظمى، لكن أي حد فينا بيبقى ملك في المحيط بتاعه. فيجب أن تكون مثل المسيح ملكا وديعا راكبا على أتان وجحش بن أتان. طبعا الملوك اللي هم قادة حربيين يدخلوا المدن راكبين حصان، علامة القوة والحرب يعني. لكن المسيح مش داخل يحارب، ده داخل يملك على القلوب ملكا هادئا وديعا. عشان كده ركب على أتان وجحش بن أتان. وهنا بالمناسبة دول حيوانين مش حيوان واحد، أتان وجحش ابن أتان. الأتان هي أنثى الحمار الكبيرة، يعني مش لسه مولودة زي الجحش. الجحش هو ابن الحمار اللي بيبقى لسه سنه صغير. فالمسيح عشان مشوار طويل في أول السكة ركب الأتان. طبعا الجحش ماشي جنب أمه اللي هي الأتان. في وسط المشوار نزل المسيح عن الأتان وركب على الجحش. والجحش ده مذكور إن ما كانش حد ركب عليه قبل كده، لسه جديد. أبانا القديسين شرحوا الحتة دي بشرح جميل أوي. قالوا الأتان يرمز للعهد القديم، كنيسة العهد القديم، والجحش يرمز للأمم. فالمسيح لما ركب على الأتان إشارة لأن الله كان يسود على شعبه القديم، وتعودوا على سيادة ربنا عليهم، وكان ماشي بيهم نحو الأبدية السعيدة. بعد كده لما ساب الأتان وركب الجحش معناها رفض شعبه القديم بسبب رفضهم ليه.
وبدأ مع شعب جديد يدربه على العبادة. لما يركب على الجحش يدربه على الركوب، بيدربه على الخضوع والعبادة. في دخلته أورشليم اللي شايفه داخل على جحش. عشان كده في إنجيل يوحنا قال إن هو كان راكب على جحش. إنجيل متى ذكر القصة من أول المشوار، أتان وجحش. وطبعا هنا بتخلي الإنسان يقول له رب اجعلني خاضع ليك ومطيع ليك ومتدرب على إني أخضع ليك، ما بقاش زي اليهود اللي هم تركوا عهدك ووعدك وسلكوا بالخلاف. ويشرح الإنجيل يقول ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. يعني في جهاد عشان أبقى في ملكوت سماوات، هي نعمة من عند ربنا، بس في جهاد، في تعب عشان أستمر في هذه المملكة. وخلي بالكم إحنا دخلنا المملكة دي بالإيمان والمعمودية، مستمرين فيها بالإفخارستي. أهم 3 حاجات في الدنيا: إيماننا بالمسيح، معموديتنا، وتناولنا جسده ودمه. دول اللي بيخلونا جوه المملكة ويعطونا حق المواطنة، يبقى لينا مواطنة سمائية. حتى في القداس يقول لك منعما لنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح. الميلاد الفوقاني معناها حضرتك بقيت مواطن سماوي في المملكة العظيمة دي اللي هي جدرها في الأرض ورأسها في السماء، وحاجة ممتدة ومنتشرة في كل العالم وفي كل السماوات. ويدخل معانا كمان في المملكة دي الملائكة القديسين. عايز بقى تحافظ على مكانك في المملكة، يجب أن تجاهد. هي مملكة مجاهدين وليست مملكة كسالى. فالنعمة لازم معاها جهاد، الإيمان لازم معاه أعمال. والسيد المسيح قال كده ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. يعني تعافر عشان تبقى جوه هذا الملكوت. الله بيعطي النعمة طبعا، ونعمته أعظم بكتير جدا من المعافرة بتاعتنا، لكن النعمة لا تعطى لناس كسالى مستلقيين ومش عايزين يعافروا ويجاهدوا. في نفس الوقت الملكوت ده بتاع ناس متواضعين. طبعا من أول التطويبات طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. كلمة مسكين بالروح يعني متواضع. كلمة مسكين يعني فقير. فممكن واحد مسكين في عقله، يعني معناها بيفكرش. واحد تاني مسكين في فلوسه، ما عندوش فلوس. واحد مسكين في وضعه المجتمعي، شغال شغلانة بسيطة، مش يعني الناس مش بتقدرها. لكن هنا قال المساكين بالروح معناها روحهم منخفضة، ما عندوش ارتفاع الروح. فمملكة الله عايزة المساكين بالروح. يعني فعلا أحسن صفة تميز الإنسان المسيحي إنه يكون طيب القلب وهادي ووديع ومتواضع. علامه منع لأن وديع متواضع القلب. التواضع معناها لا أحسب الآخرين أقل مني، بالعكس أحترم الناس وأقدر الناس وأكبر الناس اللي حواليا. فطوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ملكوت بتاع المتضعين، لأن إلهنا الملك بتاعنا متواضع. لما دخل أورشليم وديعا متواضعا راكبا على أتان، مش راكب على حاجة فخمة بيهدد بيها الناس. فهنا المسيح بيعلمنا إن احنا نبقى بسطاء. يقول القديس أغسطينوس القلب المتواضع هو المدينة التي يسكن فيها الملك. جميلة أوي. القلب المتضع هو المدينة التي يسكن فيها الملك. المسيح، هراجع تاني في كلامنا، هنبدأ أسبوع البسخة بسبت العازر، يبقى دي مملكة القيامة، مفيهاش موت. اللي يتبع المسيح يحيا إلى الأبد ويقيم في اليوم الأخير. دي مملكة قيامة، مملكة حياة. وبكل تأكيد أسرة العازر، مريم ومارسا والناس اللي حواليهم كانوا بيبكوا، لكن أول ما قام لعازر انتهى البكاء، يبقى في فرح، يبقى مملكة الفرح. وبعدين المرأة سكبت الطيب على قدمي المسيح وعلى رأس المسيح، يعني مملكة فيها روائح جيدة، رائحة الفضيلة. وبعدين المسيح دخل أورشليم كملك،
أورشليم هي العاصمة، وانتوا عارفين طبعا في الحروب لما الجيش يدخل العاصمة يبقى استولى على البلد، طول ما هو لسه ما دخلش العاصمة يبقى لسه في مناوشات. فالمسيح ملك، والحرب بتاعته حرب روحية، منتهى الهدوء والوداع، ما فيهاش سفك دم. دخل أورشليم العاصمة فبقى هو الملك. وبعدين أول ما دخل راح على طول على الهيكل عشان يقول المملكة بتاعتي مملكة كهنوتية. وبعدين مارس سلطانه إن هو بيطهر الهيكل لما طرد الباعة والصيارفة، وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وبعدين بص كده على المباني وقال لهم لا يترك ها هنا حجر على حجر إلا وينقض. وقال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، عشان هنعمل بقى مملكة جديدة بهيكل جديد. أورشليم الأرضية خلاص ما بقتش ليها وجود، وهتتحطم بعد المسيح سنة 70 ميلادية، اتحطمت مبقاش ليها وجود. بقى أورشليم بتاعتنا أورشليم السمائية. والهيكل قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام، اللي هو جسده المقدس، اللي هو إحنا أعضاء كنيسة جديدة مملكة جديدة. وهو خارج طبعا من أورشليم من الهيكل شاف شجرة التين ولعنها عشان يقول اللعنة دي تصيب الأمة اليهودية، وقال في اللعنة لن يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد، وكان يقصد الأمة اليهودية. وقال لهم قبل كده إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارهم، يعني نزع من اليهود وأعطي للذين يؤمنون بالمسيح. وبعدين جلس على جبل الزيتون ووشه ناحية الهيكل وحواليه تلامذته، ويبدو أنه كان قاعد حزين على المدينة المقدسة، مدينة الآباء ومدينة الملك داود، لأن هي بقت مدينة عاصية. وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. عشان كده قال بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن على أولادكن. وبعدين وهو قاعد قدام على جبل الزيتون قدامه الهيكل كده، التلاميذ بيسألوه هو خراب أورشليم هيكون إمتى وما هي علامة مجيئك؟ سؤالين، خراب أورشليم اللي انت قلت عنه دلوقتي هيكون إمتى وما هي علامة مجيئك؟ فقال لهم علامات تنطبق على خراب أورشليم والمجيء التاني. نفس الكلام اللي قاله المسيح حصل سنة 70 ميلادية لوكالايزد كده في المنطقة بتاعت اليهودية وأورشليم، ونفس الكلام بقى على مستوى جنرالايزد على مستوى العالم كله في قبل المجيء التاني. وبعد كده طبعا خلال الأسبوع بدأ المسيح يتكلم معهم بأمثال، يوم الثلاث والأربع، ويوم الخميس أسس المملكة بأنه مبنية على الإفخارستيا جسد ودم الرب يسوع. يوم الجمعة صعد على الصليب علشان يملك على هذه الخشبة ومن خلالها يعطينا هذه المملكة المليانة بالخلاص. وبعدين مات ودفن في القبر يوم الجمعة بالليل، وقضى السبت كله في القبر. فجر الأحد قام من الأموات نافضا عنه أوجاع الموت ومنتصرا على الموت ويعطينا حياة. دي مملكة المسيح. وبعدين قال لأبائنا الرسل استنوا بقى، قعد 40 يوم ما بين القيامة والصعود يشرح لهم الأمور المختصة بملكوت الله. ما احنا مملكة، العلم بتاعها هو الصليب، الدستور بتاعها هو الإنجيل، القادة بتاعتهم الإكليروس، كل الشعب مواطنين في هذه المملكة، لهم كل حقوق المواطنة، مفيش تفريق بين واحد واحد. والإكليروس مش عشان يحكم، عشان يخدم. وبعدين يدعونا جميعا بقى ان احنا نرث الأبدية السعيدة. عشان كده في بداية إنجيل مرقس قال قد اقترب ملكوت الله، قد اقترب ملكوت الله. والكلمة دي قالها يوحنا المعمدان وقالها السيد المسيح نفسه. عايزين ندخل في هذه المملكة ونلاحظ حاجة قالها المسيح: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. مش كل اللي يقول لي يا رب يا رب. ليه؟ لأن الحكاية مش كلام. الذي يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات. يجب ان احنا نبقى في المملكة
الجميلة دي اللي فيها قيامة وفيها حياة وفيها نور وفيها فرح، فيها سلام وفيها وداعة وفيها اتضاع، فيها خدمة للآخرين. امشي بقى بالطريقة دي. عايز تبقى في ملكوت الله، امشي بنظامه. لكن هتخالف نظام المملكة تبقى ازاي عايش فيها؟ احنا قلنا ملهاش حدود جغرافية. اللي جوه نظام المسيح بقى في المملكة، اللي خرج بره نظام المسيح طرد نفسه. عشان كده في إنجيل متى قال ربنا يسوع المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. اطلبوا ملكوت الله، يعني يبقى الهدف بتاعي في الحياة أطلب ملكوته. أطلبه معناها أعيش فيه وأحققه في داخلي. تبقى القواعد اللي بتحكم سلوكي وعلاقاتي وكلماتي ومبادئي في الحياة هي مبادئ الإنجيل، تحكم عقلي، تحكم تصرفاتي. لكن كيف أكون في مملكة الله وأنا بعمل خصومة، وأنا بوقع الناس في بعضيهم، وأنا بتكلم على حد ضد الحقيقة، إن أنا بشوه صورة إنسان، إن أنا بغتصب أموال حد، إن أنا بدعي كلام مش مظبوط، إن أنا بشهر بحد أي حاجة غلط. كيف تكون في مملكة الله؟ ده أنت على طول سبت ربنا ودخلت عن مملكة إبليس، مملكة الظلمة. عشان كده بر الملكوت إن إحنا نمشي صح. أهم من أي حاجة في الدنيا تبقى في مملكة ربنا. اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، أهم من أي حاجة. لأن إيه الفايدة لو ربحت العالم كله وخسرت الملكوت؟ إيه الفايدة؟ تعرف بقى لما تطلب ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم، يعني ايه؟ ربنا هيديك كده بونص كل اللي انت ما طلبتوش. زي ما سليمان ربنا تراءى له في الحلم في بداية ملكه وقال له: تحب اعمل لك ايه؟ قال له: عايز حكمة عشان اقدر اقود شعبك. قال له: عشان انت ما طلبتش مال ولا غنى ولا عمر طويل او غلب على اعدائك، طلبت حكمة، هديك الحكمة وهديك فوقيها اللي انت ما طلبتوش. فاحنا نركز في ملكوت الله. أنا عضو في هذه المملكة، قلبي ماشي مع المسيح 1,000,000%، متوافق معاه في فكره وطريقته، ومش هستغل وضعي ومكانتي ووظيفتي ولبقتي في أي حاجة غلط. بالعكس، استخدمها في إني أخدم الناس وأعطف على الناس وطبطب على الناس، وإني أخدم الآخرين بمنتهى الأمانة والاتضاع. ولاحظ بقى المملكة دي فيها ثمر الروح القدس: محبة. كل المملكة مملكة محبة، فرح، فرح دائم، سلام يفوق كل عقل، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، وداعة، إيمان، تعفف. الحاجات دي بتاعت مملكة ربنا. وكل واحد فينا بقى إيه بالمعيار اللي وصل له. شايف أنا محبتي حلوة بس يعني في حد أنا مش مستريح له، لا، يبقى أنت لازم تصلح الحتة دي. لكن أنا كاره كل الناس وضد كل الناس وعامل مشاكل مع كل الناس ومش مستريح لحد، كيف أكون في مملكة ربنا؟ ده تدريبنا في أسبوع البصخ، إنك تدرب نفسك على إنك تحب كل الناس وتقبل كل الناس وتعطف على كل الناس وتحتمل الكل في ضعفاتهم وما تشتكيش من حد. دي المحبة. الفرح: هل أنا كئيب ودايما مكشر ودايما باكي ودايما شاكي، ولا أنا مليان بالفرح؟ يبقى كيف أكون في مملكة المسيح وأنا قلبي مليان بالغضب والحزن؟ مفيش حاجة مريحاني. السلام: هل أنا في بيني وبين كل الناس سلام، ولا في عداوات أنا بفتعلها؟ أنا شايل في التقيل فعمال أصلح ده وأغلط ده وأخبط في ده عشان أنا مش عاجبني الحال المايل. طب وأنا حالي مايل ولا مش مايل؟ لا، أنا زي الفل. دي مش مملكة ربنا. لازم يكون في سلام بيني وبين الناس وأقدر ظروف الناس واحتملهم. عشان كده مع السلام يبقى في طول أناة. طول بالك، الإنسان الانفعالي اللي يطلع زي النار، حتى لو يقول لك أصله قلب طيب، ده بيطلع كده وداني ينزل على ما فيش. ما هي غلط، مش مملكة ربنا دي. لازم مع المحبة فرح، سلام، طول أناة.
واللطف ان انا استخدم كلمات لطيفة، مش كلمات عنيفة فيها خبط في الناس. المسيح كان لطيفا جدا معنا، مع طول الأناة واللطف والوداعة، طبعك يبقى هادي، والإيمان المستقيم والتعفف. التعفف معناه مش عايز حاجة، أنا مش عايز حاجة. العفة مش من جهة فقط الجسد، الإنسان اللي مش عايز حاجة لأنه شبعان بربنا، أنا مش عايز حاجة. عشان كده يبقى دي مملكة ربنا اللي احنا داخلينها هذا الأسبوع، أسبوع التأسيس. تبدأ بقيامة تنتهي بقيامة. حدش عينين المسيح يملك على قلوبنا. وانتوا بتقولوا لحن فلوجيمينوس، قولوا بهذه المشاعر: أنا يا رب عايزك تيجي تملك على قلبي وتصلح الغلط اللي فيه، وتخليه ماشي بحسب مبادئك، حسب نظامك، وتملاه بالفضائل دي، المحبة والفرح والسلام وطول الأناة إلى آخره. في الحالة دي هتعيش بقى أسبوع آلام ده جميل جميل جميل، وانت تتأمل في مملكة ربنا. كل صلوة وكل نبوة وكل مزمور بيتقري وكل إنجيل وكل طرح، فكر كيف أكون في مملكة ربنا من خلال هذه النصوص المقدسة. ربنا يبارك حياتكم. إلى اللقاء بإذن الله بعد العيد، نعيد على بعض عيد القيامة. وهناخد دلوقتي فاصل قصير ونرجع لأسئلتكم اللي بعتوها على أرقام البرنامج. اتفضل. باسم الآب والابن والروح القدس أن الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم مرة تانية مع أسئلتكم اللي بعتوها دلوقتي. واحد بيسأل: إذا كان المرأة السامرية خاطئة واعترفت بكل خطاياها، ليه المسيح ما قالهاش مغفورة لك خطاياك؟ طبعا غفر خطاياها وصارت كارثة، حتى لو ما قالهاش باللفظ يعني. في حاجة في العربي يقول لك حذف المعلوم جائز، لكن غفر خطاياها. حد بيسأل: ايه رأيك في الآراء اللي بتقول عيد القيامة السنة دي مفروض يكون الحد القادم، لأن 14 نيسان والبدر اكتمل وعيد الفصح كان هذا الأسبوع، فيجب إيقاف حساب الأباقطي ونعيد الأحد الذي يلي عيد الفصح؟ وهل النور المقدس سيكون يوم السبت القادم؟ في الحقيقة لا، احنا مفروض ان بنعيد عيد القيامة بعد عيد الفصح، وعيد الفصح بياخد أسبوع، فاحنا مش بعديها على طول تاني يوم يعني. فالحساب الأباقطي هو حساب مظبوط جدا واحنا ماشيين عليه، والأعياد بتاعتنا ميعادها صح. وطبعا النور المقدس بيكون مش السبت اللي جاي، هيكون السبت اللي بعده، اللي هو احنا بنحتفل مع الروم بنفس اليوم يعني، مش مع الغرب. سؤال: ليه المسيح طرد الباعة والسيارفة من الهيكل؟ كانوا بيعملوا فوضى والدنيا فيها هيصة، وفي نفس الوقت هم بيبيعوا ايه؟ بيبيعوا حمام ومواشي، وكأن المسيح بلطف بيقول لهم خلاص خلص هذا العهد، انت جايب الخروف ده ليه؟ عشان يدبح، خلاص ما بقاش هذه الذبايح ليها قيمة، فبينهي بيها العهد القديم. هل قيامة العازر كانت يوم سبت؟ وهل كان ينفع المسيح والجماعة يروحوا للمقابر يوم السبت؟ احنا طبعا بنحتفل بسبت العازر، مش ده يوم قيامة العازر. احنا من عدة ايام في السنكسار اتقرا التاريخ بتاع قيامة العازر، لكن الكنيسة لما رتبت اسبوع البصخة كانت قصدها تبتدي بإقامة العازر عشان تنتهي بقيامة السيد المسيح. طيب، في سؤال بيقول: ليه الرب سأل الشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ وليه يطلب من الرب من الشيطان تجربة أيوب؟ لا طبعا مش ربنا اللي طلب يجرب، ان الشيطان يجرب أيوب. هو الشيطان عايز يجرب أيوب، فربنا بيقول له ليك حدود. طب ايه الفايدة؟ الفايدة ان يظل أيوب نموذج طول الأجيال على قد ايه احتمل التجربة ولم يجدف في وجه الرب، وان البر الذاتي اللي كان عنده ربنا خفضه وصنفره بهذه التجربة، كانت للفايدة مش للضرر.
سؤال: احنا اتولدنا مسيحيين وملناش فضل من جانبنا، ايه ذنب اللي اتولد في ديانة اخرى، مع العلم ان الواحد عشان يغير ديانته حاجة صعبة جدا؟ وهل المسيح بيظهر نفسه لكل البشر على الارض كلها؟ طبعا احنا مسيحيين مش بس بالوراثة لكن بالايمان. يعني الواحد يدرس ايمانه، يدرس الديانات اللي حواليه في كل الدنيا، في ديانات كتير، ويقارن ويشوف ايه الصح وايه الغلط. فاحنا مش بس بالوراثة، احنا بالايمان وبالمعرفة وبالدراسة. وإن كان طبعا البلق الكبير، يعني العدد الكبير من الناس واخدينها بالوراثة، لكن من حق كل إنسان يدرس ويقارن ويقرر مصيره بإرادة حرة، وربنا يساعد الكل. سؤال: في العشاء السري هل الخبز اللي قدسه المسيح وقال عنه إنه جسده، هل أكل به الفصح ثم أخذ منه وقال عنه إنه جسده، أم إنه خبز آخر غير خبز الفصح؟ طبعا هو خبز مختمر، يعني مش فطير، لأن الفصح كانوا بياكلوا خروف مشوي، ما فيش خبز، ما كانش فيه خبز. لكن بعد ما يخلصوا أكل الخروف كانوا بينزعوا الخمير من البيت وياكلوا بعد كده فطير، يسموه عيد الفطير بعد عيد الفصح. لكن الخبز اللي أخده المسيح كان موجود في البيت، وكان خبز مختمر، وده اللي استلمته الكنيسة. سؤال: في ظل الظروف اللي بتمر بيها بلادنا، هل ممكن نختصر ليلة أبو غلامسيس ونقتصرها في سفر الرؤيا ورفع البخور والقداس بحسب ظروف كل كاهن وكنيسته، ولا نعمل السهرة كاملة؟ مفيش حاجة اسمها نختصر. يعني ايه نختصر؟ الصلوات في مواعيدها وبنظامها. احنا مش محل بنبيع بضاعة والناس جاية تشتري وهنقفله. القانون اللي نازل على المحلات، احنا مالنا كنيسة مش محل. الكنيسة ليها نظام وليها صلوات وليها طقسها، ودي مناسبة ما بتتكررش غير مرة في السنة. صلوات البسخة في مواعيدها، والشعانين في ميعاده، وكل الصلوات لو كان الكنيسة بتصلي صلوة متأخرة تصليها متأخر. مع ايه؟ الاقتصاد في استغلال الكهرباء. يعني الكنيسة مش لازم تبقى متبهرجة بالأنوار، وإن كنا كلنا من زمان كل الكنائس عملت الإضاءة بتاعتها بالليد، والليد ده مش بيستهلك كهرباء. لكن برضه نخفف الإضاءة، بلاش إضاءات عالية في الكنائس. لكن الصلاة صلاة، الطقس طقس، كنيسة كنيسة ما تتغيرش. احنا مش في ظروف كورونا دلوقتي عايزين الناس ما تتجمعش، ده ظروف اختزال الاستهلاك بتاع الكهرباء، نختزل لكن نصلي. يبقى فاهمين القانون، مش بنطبق عماوي. هو محدش منع الناس تتجمع في الشارع. افرض المحلات مطفية وشباب واقفين في الشارع، البوليس يقول لهم متجمعين ليه؟ احنا مش في ظروف كورونا ولا ظروف حرب، احنا ظروف اقتصاد، في مشكلة في الطاقة، فنخفض الإضاءة، نخفض استهلاك الكهرباء، لكن نصلي. محدش في كنيسته يقول للناس ما تصلوش. سؤال: في قانون الإيمان تجسد وتأنس، ايه الفرق بين تجسد وتأنس؟ تجسد معناها أخذ جسدا، وتأنس معناها صار إنسانا. تجسد هو بيشرح اللي شفناه بعينينا، غير المرئي رؤيا، غير الملموس لمسناه، غير المحدود بقى في جسد محدود. طيب هل جسد ايه؟ جسد إنسان، فعشان كده بنقول تجسد وتأنس. طب هو أخذ جسد فقط؟ لا، أخذ الطبيعة البشرية كاملة، فصار إنسانا، عنده الروح الإنسانية والنفس العاقلة الإنسانية. فتجسد بتوصف الجسد فقط، تأنس بتوصف طبيعة هذا الجسد ووجود روح ونفس عاقلة فيه. سؤال: ما موقف عيد البشارة وهو جاي السنة دي في 3 البسخ؟ طبعا عيد البشارة مذكور في كتب الطقس انه يتلغي تماما لو كان واقع في الفترة ما بين جمعة ختام الصوم لغاية 2 شم النسيم. يعني لو جه النهاردة اللي هو الخميس
اللي سابق لختام الصوم يلغي الصيام، لكن لو جه بكرة الجمعة هو اللي يتلغي من جمعة ختام الصوم لغاية 2 شم النسيم. فالسنة دي عيد البشارة هيلغى، واحنا طبيعي كل شهر بنحتفل بعيد البشارة في يوم 29 من الشهر القبطي ما عدا طوبة وأمشير. سؤال بتقول أنا ست كبيرة معرفش أقرأ قبطي في صلوات البسخ، أصلي طلبات صباحية مسائية ولا أصلي إيه؟ طبعا أنت ما تعرفيش تقرأ قبطي، لكن الكتاب اللي بين إيديكي فيه القبطي وفيه العربي، صلي بالعربي لو في البيت أو في الكنيسة. لو أنت في الكنيسة والشماس بيقول المزمور بالقبطي بص في المعنى العربي هتفهمي هو بيقول إيه، وفي نفس الوقت الطلبات الصباحية والمسائية بنصليها، مفيش مانع يعني نصليها. سؤال، كان زمان في يوم الجمعة الكبيرة بتقرأ تفاسير الأناجيل الساعة 6، ومحكمة العدل الإلهي عبارة عن تأمل وحوار بين عدل الله ورحمة الله إلى أن ظهر الابن إفاء لعدل الله وتعظيم الرحمة. لماذا لم تقرأ الآن من سنوات كثيرة؟ هو في الحقيقة ده اسمه ميمر العبد المملوك. الفكرة اللي فيه حوار بين العدل والرحمة مش مظبوطة، عشان كده البابا شنودة من أول ما بقى بطرك سنة 71 قال محدش يقرأ الميمر ده، لأنه بيفسر ما حدث على الصليب على إنه مشكلة عند ربنا بين العدل والرحمة، والمسيح جاي يحل مشكلة ربنا. مفيش تعارض بين العدل والرحمة. كان البابا شنودة يقول عدل الله عدل رحيم ورحمة الله رحمة عادلة، عشان كده مفيش حوار بين العدل والرحمة. قال العدل قالت الرحمة، ده مش مظبوط. لكن ما حدث على الصليب هو إيفاء الدين، إن ما هو حكم على البشر تمامه المسيح في ذاته، منتهى العدل ومنتهى الرحمة في نفس الوقت بدون تعارض. وفي نفس الوقت أعطانا شفاء لأنه بجراحاته شفينا. سؤال، بعض الآباء بيرجحوا أن يوحنا المعمدان وهو في البرية كان يعيش مع الأسينيين، كيف كان يعيش معهم بالرغم من معتقدهم الخاطئ عن التجسد، وكيف لم يصلح لهم هذا المعتقد الخاطئ؟ يعني بالعقل كده انت بتقول كان عايش مع الأسينيين ومعتقدهم غلط بالنسبة للتجسد، هم كانوا يعرفوا ان الله تجسد؟ يوحنا هو عايش في البرية كان لسه حد في الدنيا دريان ان الله تجسد، وبقت تبدأ الهرطقات حوالين التجسد؟ الحاجة التانية ان الأسينيين انت اتلخبطت ما بينهم وما بين الدوسيتيين. الدوسيتية هي اللي بتؤمن ان جسد المسيح خيال، اما الأسينيون بالسين مش بالثاء هما نساك عايشين في الصحراء بيصلوا زي الرهبان. فيوحنا كان عايش في وسطهم، ما عندهمش الخطأ العقيدي بتاع الدوسيتيين، ما تلخبطش بين ده وده. لكن الأخطاء اللي جت حوالين تجسد ربنا بعد القيامة والصعود وانتشار الكنيسة بدأت ناس تفكر إن الله اللي ظهر في الجسد أكيد كان الجسد خيال، أو مش هو الله، أو هو أقل من الآب، أو أي بدعة حصلت بعدين. محدش قبل ما يعرف المسيح فكر في هرطقة أساسا، ما هيفكر في إيه؟ ما عرفش المسيح نفسه. سؤال، عايز أعرف لما قديس أثناسيوس واجه أريوس في مجمع نقي كانت إيه رتبته؟ هل شماس ولا كاهن ولا راهب؟ ولما تقدم للبطرية كده كانت إيه رتبته؟ طبعا هو كان شماس. في مجمع نقيا كان قديس أثناسيوس شماس، لكن لأن الأريوسيون والأساقفة اللي بيميلوا ناحيتهم اعترضوا على أن شماس هو اللي بيتحاور، أقامه القديس ألكسندروس قسا، قال تكلم أيها القس أثناسيوس. فلما تنيح البابا ألكسندروس كان أثناسيوس قسيس وترشح للبطريركية. سؤال، نفسي أسمع صوت ربنا لأن في ضيقة، ابني جه من دولة في الخليج زيارة
وقامت الحرب وامتنع عن السفر وعايز يرجع عن طريق الدولة أخرى، خايفة جدا مضطربة، اديني من فم يسوع حاجة تطمني أرجوك. لا طبعا لو هو عنده شغل هناك يرجع شغله، وخصوصا ان في ناس قاعدين هناك وبيشتغلوا، ولما بنسأل عليهم اخباركم ايه يقولوا احنا بنسمع الفرقيع لكن بعيد عننا، في مناطق طبعا متضرة وفي مناطق تانية آمنة. واحنا نتعشم من الله ان الحرب تنتهي بسرعة، بسرعة نتمنى يعني، لان وجود الحرب ده بسبب دمار للدنيا كلها. سؤال، لاحظت من فترة كبيرة في بعض مدايح القديسين ومدايح كياك والملاك ميخائيل كلمة يوم الزحمة، يوم الحشر، وكلام غريب مش بتاعتنا ولا في هويتنا، ونفسي ان الناس تغير الحاجات دي. والسؤال ده انا جاوبته المرة اللي فاتت لكن مفيش مانع اقوله تاني، ان جاء وقت على الكنيسة اللغة القبطية ضعفت جدا، مبقوش الناس يتكلموا قبط، وفي نفس الوقت اللغة العربية كانت غريبة علينا، يعني احنا النهارده بنتكلم بطلاقة باللغة العربية، وفي المسيحيين ناس شعراء وأدباء، وأنا شخصيا أحب جدا اللغة العربية، وأحب لما أقرأها بالتشكيل وبالإعراب حاضر في ذهني، وبتضايق لما حد يعني يقرأ بطريقة فيها تغيير في التشكيل لأنها بتغير المعنى. لكن في فترة ما كانش فيه بقى لا عارفين عربي ولا عارفين قبط، وبعدين كان في خطر ان الناس تتغرب عن الكنيسة بتصلي قبطي فمش فاهمين، فقام بعض الناس ألفوا حاجات بالعربي، كتر خيرهم، لأن فعلا خلوا الناس تبقى فاهمة اللي احنا بنقوله، بس كان اللغة ركيكة شوية، فما فيش مانع تعديل، وفعلا تم تعديل أكتر من مرة في الكلمات العربية في المدايح والحاجات دي. والأبصلمودية الكيهكية تم مراجعتها بإشراف سيدنا الحبيب نيافة الأنبا متاوس أسقف ورئيس دير السوريان، واللي عنده ملاحظة بعد ما حصل التعديل، لأنك أنت ممكن تبقى الملاحظة على كتاب مطبوع مش بالتعديل، بص على الكتاب بتاع السوريان، دير السوريان، لو عندك ملاحظة في التعديلات ابعت لدير السوريان، هم في الطبعات الجديدة يصلحوه. سؤال، لماذا لم يذكر خلق الملائكة في سفر التكوين بينما ذكر كل شيء؟ بعض المفسرين بيقولوا ان بنو اسرائيل ايام موسى لما كان بيكتب سفر التكوين كانوا يميلون الى تعدد الالهة، لان لسه خارجين من مصر شايفين الهة كتير، فلو ذكر الملائكة بوضوح ممكن كانوا يعتبروهم الهة في السماء ويميلوا لتعدد الالهة، عشان كده ربنا كان قاصد يخلي الحكاية دي مستخبية، وخصوصا ان الكتاب المقدس رسالة الله للبشر مش للملائكة. بعض الناس يقولوا ان كلمة قال الله ليكن نور فكان النور دي بيختزل بها خلقة الملائكة، ملائكة كائنات نورانية، ومع ان الكتاب لم يذكر تفاصيل خلق الملائكة، لكن في سفر التكوين نفسه في قصة السقوط ربنا طرد آدم من الجنة وحط على باب الجنة كاروبيم معاه سيف متقلب يحرس الطريق إلى شجرة الحياة عشان يمنع آدم وحواء ياكلوا منها وهما في حالة الخطية، فمذكور إن كان في كاروبيم اللي هو أحد طغمات الملائكة. سؤال، ليه المسيح ما كانش عايز يقول لليهود أنه المسيح؟ قالوا له إن كنت أنت المسيح قل لنا جهرا. لا، أنت سألت السؤال بتاع اليهود لكن ما شفتش إجابة المسيح. قال لهم أنا من البدء ما أتكلم به، أنا عمال أقول لكم من بدري، عايزين أقول إيه تاني؟ فالمسيح لا، كشف نفسه وقال، فاكر أنت لما راح للمولود أعمى بعد ما أبصر وقال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له أنا الذي أتكلم معك. قال له أؤمن وسجد له. لما قال أبي يعمل وأنا أعمل أيضا في يوحنا 5، ودي في معجزة شفاء المفلوج بتاع بركة بيت حزدة، اليهود قالوا له أنت بتعادل نفسك بالله؟ بعادل نفسي بالله، لأن المسيح مساوي الآب في الجوهر.
والمسيح قال أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب. فإزاي هو ما قالش إن هو المسيح وإن هو ابن الله وإن هو الله بالحقيقة؟ قال، بس الناس بتستعمى عن حقيقة واضحة جدا. ده زي ما قال إيه، وإن قام أحد من الأموات لا يصدقوه. طب ما هو قوم العازر وما صدقوش. فاللي معصلك معصلك. في إنسان يعني غاوي مأوحى، تشرح له الحاجة يقول لك مش فاهم، طب اشرحها لك بطريقة تانية مش مقتنع، طب اعمل لك ايه؟ هو مش عايز، خلاص. من له اذن للسمع فليسمع، من يستطيع ان يقبل فليقبل، واللي مش عايز هو حر. سؤال، ليه طالما المسيح نزل وتجسد عشاننا وعشان يمحي خطية آدم وحواء بالصليب، ليه لازم الطفل أول ما يتولد يتعمد؟ مش هي اتمحت الخطية واتغفرت بالصليب؟ يعني أنت عايز المسيح يتصلب يبقى كل البشرية يدخلوا السماء؟ كلهم خلاص الخطية اتمسحت؟ أمال إيه كلمة أما الذين قبلوه؟ ما هو اتصلب من أجل الجميع، لكن مش كل هيستفيدوا بيه. المعمودية هي الوسيلة اللي بتخليني أستفيد باللي عمله المسيح على الصليب. عشان كده يقول معلمنا بولس مدفونين معه بالمعمودية، من آمن واعتمد خلص. طب واللي ما يأمنش يهلك، يدان. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. طب اللي ما يؤمنش مش هيستفيد. لازم في إيمان وفي معمودية وفي إفخارست عشان نستفيد بما عمل المسيح. ممكن حضرتك تتخيلها زي إيه؟ شركة أدوية عملت دواء غالي جدا وبيقضي على مرض نادر وكل الدنيا غلبت فيه. ايه رأيك بقى الدواء الغالي دوت لو انا عيان وما خدتوش اخف؟ مش هخف. عشان الشركة عملت دواء يبقى الناس تخف، ما لازم ياخدوه. طب ما هو غالي، خلاص الدولة قالت على نفقة الدولة هديهولك مجانا. تعالى انت عندك المرض ده، كتبنا تقرير يصرف مجانا. فجسد المسيح ودمه المعمودية هي الدواء. اللي عمله المسيح ده مصنع أدوية، بس أنا لازم أروح أخد، لو ما خدتش مش هستفيد. سؤال، هو جنسية بابا يسوع إيه ولغته إيه؟ ربنا يسوع طبعا اتولد من سبط يهوذا من أبناء يعقوب، يبقى جنسيته يهودي من بني إسرائيل، ده الجنسية الأرضية يعني. واللغة بتاعته اللي كانوا بيتكلموا بيها هي اللغة الأرامية، اللي هي تعتبر العامية بتاعت العبرية. فكان بيتكلم زي الناس اللي هم عايش في وسطهم واتولدنا بينهم. إلى اللقاء بإذن الله بعد العيد، نعيد عليكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.